قصة شبح الخلاء. اتعودنا دايما ان احنا نعلم ولادنا دعاء دخول الخلاء زي ما وصانا وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك معظمنا بينسى ذكر الدعاء عند دخول الخلاء عشان نحفظ نفسنا من الجن والشياطين اللي ساكنة الحمامات والمناطق المهجورة. صاحبة القصة دي اسمها كنزة من الجزائر. حصل معاها الموقف الغريب دوت من سنين كتيرة، كان عمرها ساعتها 16 سنة، وبتقول إنه في أحد ليالي الشتاء الباردة وكان الجو عاصف جدا برا البيت، كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون هي وباباها ومامتها وأختها، وكان صوت الرعد برا البيت مخيف جدا ومرعب. وحوالي الساعة 10:30 حست كنزة إن هي عايزة تنام، فقالت لوالدتها إن هي هتدخل تنام، لكن والدتها كانت معوداها إن هي تغسل أسنانها وأقدامها قبل النوم، بس كان الجو بارد جدا، فترددت البنت إن هي تدخل الحمام، لكن للأسف والدتها أصرت إن هي تروح الحمام وتغتسل قبل النوم، والحمام كان موجود في نهاية ممر طويل في البيت. دخلت كنزة وكانت متضايقة جدا لدرجة إنها نسيت تقول دعاء دخول الخلاء، وبسرعة فتحت المية السخنة وانتشر البخار الدافي في الحمام. حست البنت براحة وهدوء، وبدأت تحط أقدامها في المية السخنة، وبدأت تلعب في المية وهي مستمتعة بدفء الجو في الحمام، وقعدت تغني بصوت عالي بالرغم من الأصوات المخيفة برا البيت. وأثناء ما كانت البنت بتغني وتلعب في المية السخنة، انطفى نور الحمام وأصبح الحمام فجأة مظلم. فكرت البنت إن اللمبة باظت، وبسرعة اتجهت نحو باب الحمام عشان تخرج من الضلمة دي. اتفاجئت إن الباب معلق وكأن في شخص من بره بيشد الباب وبيمنع خروجها. حاولت البنت إنها تنور نور الحمام أكتر من مرة، لكن للأسف ما كانش بيشتغل. خافت البنت واترعبت كتير، وبدأت تنادي على والدها ووالدتها، لكن للأسف محدش رد عليها. وفجأة الجو اتحول وبقى شديد البرودة داخل الحمام، وبدأت تخبط الباب بشدة، لكن للأسف ما سمعتش أي إجابة من بره. كل اللي كانت سمعاه صوت الرياح الشديدة. قعدت البنت تصرخ وتبكي بشدة، خصوصا بعد ما حست إن في شيء بيلمس رجلها. زاد رعبها وبدأت تخبط الباب بشدة وتصرخ أكتر، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، محدش من بره سمعها. زادت ضربات قلبها وحست إنها هتتجمد من البرد، وقعدت تستنجد بالله وتستعيذ بيه. وفجأة انفتح باب الحمام، وخرجت البنت بسرعة وجرت ناحية أوضة الجلوس اللي كانوا قاعدين فيها وهي هتموت من الرعب. لقت باباها ومامتها واختها لسه قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون زي ما سابتهم. صرخت فيهم وقالت لهم: انتوا ليه ما جيتوش تنقذوني؟ انتوا ليه سبتوني محبوسة جوه الحمام؟ بصولها باندهاش واستغراب وقالوا لها: احنا ما سمعناش اي صوت ولا اي صراخ. وقام باباها عشان يبص على الحمام ويشوف ايه اللي هي بتقول عليه ده، ولقى كل حاجة على وضعها الطبيعي، حتى نور الحمام كان شغال بشكل طبيعي. فقال لها: يمكن الهوا هو اللي قفل الباب. رغم كده هي ما صدقتش الكلام ده، وقالت له: هو ممكن الهوا يشد الباب من بره وما يخلينيش اقدر افتحه؟ طبعا محدش من عيلتها كان مصدقها. وبالرغم من كده البنت من اليوم ده ما بطلتش تقرأ دعاء الخلاء قبل دخول الحمام.